انا عملته يعني ايه؟ يعني الكلام ده فيه شيء من الصحه. هقول لك حاجه، يعني بالنسبه كاداره حقي بص، دي فلوس نادي، خدت بالك؟ يعني لو انا في مدرسه او انا في بيت، الفلوس دي اللي موجوده دي مصروف البيت. تمام. يا اما انها تصرف صح يا اما ما تصرفش صح. اذا انت امين تقصد؟ لازم كنت امين على فلوس سواء النادي. كنت امين صندوق او سكرتير او رئيس نادي، لازم اطلع القرش ده في حقه في مكانه. تمام. اما اكون بقى تستاب سبهلله وبعدين يقولوا ده الراجل ده حلو، خدت بالك، واللي بيقرط وماسك الفلوس مظبوطه. يعني حتى كنت بشتري الهدوم بتاعت اللبس والجزم والحاجات دي قدام عيني عشان ما فيش قرش يروح كده ولا كده. الله. ولذلك فعلا المواسم اللي انا مسكتها كانت ماشيه كده وكانت جابت نتائج. اللي يتكلم معايا يقول اسماعيل بدر كان بيتدخل في فلان، النتيجه بتقول ايه؟ بس اداره بتقول ايه كده. كوني بقى اتكلم في الكوره حقي برضه، لعبتها هويتها اي مدرب فيك يا مصر عنده مكتبه رياضيه انا معايا زيه، انا عندي زيه. حضرتك هذه اللحظه العلاج الطبيعي. تمام. انا كانت عيني مع الدكتور. انا كانت اللعيبه عندي كانت مثلا تسافر النادي الاهلي، تسافر نادي الزمالك، تسافر اسكندريه عشان تتعالج. طب انا اسفرهم ليه؟ اكلف النادي ليه؟ انا درست واصبحت دماغي مع الطبيب العلاج الطبيعي الدكتور محمد او جمعه او خلافه اللي كان موجود، خدت بالك؟ واقول له دي الاصابه دي كذا، هو يشخصها كده. لو انا هو شخصها لوحده وانا شخصتها لوحدي هيبقى الاثنين متطابقين. واقول له العلاج كذا يقول لي مظبوط ويشتغل وانا عيني بقى عليه، خدت بالك؟ لدرجه ان اخترعت جهاز. شو بقول ايه؟ هاتوا بقى رئيس نادي كده مع احترامي للكل، رئيس نادي او مدرب اخترع جهاز عشان يظبط عضلات اللعيبه. بس انا اخترعته واصبحت بعالج اللعيبه من خلال اوضه اللبس بدل ما سفروا هنا وسفروا هنا. عندك لعيب اسمه عندي احمد متولي، خدت بالك؟ اللي راح الزمالك. اللعيب ده اصلا قصير، عضلاته كلها قصيره، فكنت دايما انبه عليه يا احمد انت تسخن قبل اللعيبه وتعمل الاطالات اكتر من اللعيبه. ولذلك كان عندي بعد ما يعني العضله الضامه دي كانت عنده باستمرار، لما اكتشفتها فيه بدات انا اظبطه. اولا عالجت العضله الضامه دي، المفروض تاخد لها حوالي يمكن شهرين عشان تتظبط. انا بعملها له في اسبوعين او اسبوع واخليه يمشي مع الكوره، خدت بالك؟ ليه؟ لان انا بدرسها. لما راح نادي الزمالك بقى ما فهموش في الحته دي. لا ماتش ما فهموش طول العضله، ما فهموش ولا في المنتخب ولا فهموا طول العضله. فكانت المحصله ان الواد ما كملش معاه ورجع تاني نادي السويس، وانا توليته برضه سنه 93 94 ورجع يلعب بال 90 دقيقه. ساعات يقول لي اطلع، اقول له ما تطلعش، ال 90 دقيقه هتكمل. فهي العبره بان ايه؟ ان انا يعني عيني مع اللعيب، بواكبه، حتى عارف مصارينه، عارف بيته فيه ايه، هو مشاكله ايه، له اخواته زعلانين من ايه، امه زعلانه من ايه، ابوه زعلان من ايه. والله مثلا صفع اللعيب ضرب حازم امام قال لي ده ايه؟ انا بضرب ابني. كويس، انا مقتنع بدي. انا مسكت احمد متولي في ماتش من الماتشات وشطت برجلي. بص لي كده، قلت له عاجبك ولا مش عاجبك؟ قال لي خلاص ابنك. ابني. خدت بالك؟ وشوف في نفس الوقت بقى اتجوز، انا جنب منه في الفرح. الله. انا بهديه في الفرح كده ابني. ايوه. خدت بالك؟ انا اضربك ولكن احبك. يعني بضربك ليه؟ عشان بحبك. بضربك سواء في اطارك الشخصي او في اطار المجموعه، بحبك فتسمع كلامي، ما سمعتش كلام اضربك. ودي كانت يعني نماذج صغيره يعني، لكن مش الكل يعني.